العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إحياء 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. التنمية الزراعية في حكاد. توزيع أكثر من 500 ألف نقفة على الجهات المحتاجة في الجنوب والأوسط. رغم تراجع الإصابات بكورونا عالميا، منظمة الصحة تحذر من موجة ثالثة. أوكرانيا تطلب مساعدة غربية لتهدئة التصعيد على خطوط المواجهة. وحدة تجسس صينية نجحت في قرصنة 30,000 مؤسسة أمريكية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أحيا الاتحاد الوطني للمرأة فرع الأقليم الأوسط 8 مارس اليوم العالمي للمرأة بمختلف الأنشطة تحت شعار المرأة الإريترية عماد التنمية والتصدي. وقالت رئيسة الفرع السيدة ألم بلاي في المناسبة التي جرت يوم 4 مارس في مكتب الاتحاد إن مضمون إحياء المناسبة هو لتقييم التقدم في المساواة الجنسية والحفاظ على المكتسبات وحل القصور وتجديد العهد لكامل المساواة. من ناحية ثانية، نظم برنامج التبرع الطوعي للدم بمناسبة 8 مارس بمشاركة المرأة من 13 مديرية في الأقليم الأوسط. وأوضحت مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للمرأة السيدة سولومي جبرسلاسي أن الهدف من البرنامج تنمية محتوى بنك الدم لإنقاذ الحياة بالدم الذي يمكن تعويضه. وقد تبرعت النسوة حوالي 300 كيس دم، حيث أشاد مدير بنك الدم الدكتور يوهانس تخستي بمبادرة عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في الأقليم الأوسط لإنجاح مهام التبرع بالدم. أوضح مزارعو مديرية حقاد أن الجهد الذي يقومون به بسبب نجاحهم رغم المناخ الحار وشح المياه. وقال المزارع سعد الدين حسن الذي يقوم بتنمية بساتين على ضفاف وادي حقاد ل34 سنة إن الجهد الذي يقوم به ودعم وزارة الزراعة حقق زيادة في الإنتاج الزراعي. وذكر تحقيق إنتاج جيد من زراعة البصل والخضروات الأخرى هذه السنة، ويقدم منتجاته مع المزارعين الآخرين إلى أسواق حقات وكرن. وأفاد مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية حقات السيد إيوب تسفاي أن المزارع سعد الدين من المزارعين النموذجيين الذين يقومون بالاستخدام الجيد لأراضيهم الزراعية والتنويع الزراعي. أوضح مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية قلعلو الأستاذ عمر حسن أن الاستثمار الذي جرى في التعليم أدى لارتفاع المشاركة والمنافسة في الطلاب. وذكر وجود مدرستين فقط قبل الاستقلال في بدة وإنجل، وارتفعت المدارس من عام 1991 وحتى 1998 إلى 10 مدارس، وارتفاع عدد الطلاب لحوالي 600. ومواصلة للاستثمار في التعليم بعد ذلك، زادت المؤسسات التعليمية بنسبة 75% والطلاب بنسبة 400%. وأشار إلى ارتفاع مشاركة المرأة في التعليم، وأن نسبة المعلمات من سكان المديرية تبلغ 85% من المعلمين في المرحلة الابتدائية. ودعا لصيانة مدرستي بوليلي وقلعلو بناء مدرسة متوسطة داخلية إضافية والحد بجهد مشترك من العادات الضارة بالمرأة التي تظهر بعد حين. وتوجد في مديرية قلعلو 6 رياض أطفال و20 مدرسة ابتدائية
و5 مدارس ابتدائية ومتوسطة، ومدرستين للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، و27 نقاط التعليم الكبار، ومؤسستين تعليميتين لبرامج عريوت لمتخلفين عن الدراسة، وكذلك 3 مدارس تقدم الغذاء للطلاب. وزع أكثر من 500 ألف نقفة للمحتاجين في مديريتي غودايف الأقليم الأوسط ودوروا الأقليم الجنوبي ساهم به المواطنون في الداخل والخارج. وقد وزع 400 ألف نقفة ل 686 محتاج في مديرية غودايف تبرع بها السكان والمحسنين من ضاحية ماي عيني، فيما وزع بذات الأسلوب أكثر من 100 ألف نقفة في منطقة ترى أمني ل 250 أسرة محتاجة. سيداتي سادتي، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قالت منظمة الصحة العالمية إننا قد نواجه موجة ثالثة ورابعة من فيروس كورونا إذا لم نكن حذرين، كما دعت لتعليق حقوق براءة اختراع أدوات مكافحة كوفيد-19 في الوقت الذي تراجع فيه عدد الإصابات اليومية في العالم إلى النصف خلال شهر. وتراجع عدد الإصابات اليومية في العالم إلى النصف خلال شهر، حيث بلغت الإصابات 743 ألف يوميا في الأسبوع الممتد بين 5 و11 من يناير، وأصبح 362 ألف يوميا في الأسبوع الممتد بين 12 و18 من فبراير. ولم يسجل أبدا منذ بدء تفشي الوباء عدد الإصابات اليومية تراجعا قويا وطويل الأمد إلى هذا الحد وفق وكالة الصحافة الفرنسية. هذا وفي رسالة مفتوحة دعا 24 باحثا دوليا إلى إجراء تحقيق جديد ومستقل وأكثر تعمقا، ونددوا بقيود هيكلية قالوا إنها فرضت على عمل خبراء منظمة الصحة العالمية أثناء زيارتهم إلى الصين. وكانت منظمة الصحة أعلنت في البدء أن فريق الخبراء سيصدر سريعا تقريرا أوليا قبل تقريره النهائي، لكن تم التخلي عن التقرير الأولي في فبراير بدون تقديم تفسير مقنع. أكدت أوكرانيا أن تجدد القتال على خطوط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد يهدد وقف إطلاق النار الهش في شرق البلاد، داعية حلفائها الغربيين إلى التدخل. وعزز وقف القتال الذي تم الاتفاق عليه في يوليو الماضي الآمال في التوصل إلى حل للحرب التي اندلعت في عام 2014 بعد ضم الكرملين شبه جزيرة القرم. لكن بعد أطول هدنة منذ بداية الحرب قتل 8 جنود أوكرانيين في اشتباكات مع مقاتلين انفصاليين منذ منتصف فبراير، بينما أعلن انفصاليون مقتل 3 جنود أوكرانيين. وتحدث مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريتش يرمارك خلال مؤتمر عبر الفيديو عن استفزازات متعمدة ضد القوات المسلحة الأوكرانية لإنهاء الهدنة الهشة السارية منذ يوليو، داعيا واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين وبينهم فرنسا وألمانيا اللتان رعتا بشكل مشترك عملية السلام إلى تكثيف جهودهم لتهدئة الوضع. قال تقرير أمريكي إن نحو 30 ألف فردا ومؤسسة خاصة ورسمية أمريكية تعرضوا لقرصنة من قبل وحدة تجسسية صينية تعمل لصالح الحكومة في بكين. وأوضح التقرير أن القراصنة ركزوا على سرقة الرسائل البريدية العائدة للضحايا من أفراد ومؤسسات، وذلك عبر استقلال ثغرات في نظام مايكروسوفت. ومنذ يناير الماضي استقل القراصنة الصينيون 4 ثغرات في أنظمة مايكروسوفت،
ورغم أن الأخيرة نشرت تحديثا في 2 مارس إلا أن التقرير يوضح أن القراصنة كثفوا الهجمات. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان إن الحكومة تراقب عن كثب تحديث الطوارئ الذي نشرته مايكروسوفت والتقارير عن خروقات محتملة في المؤسسات البحثية والكيانات الدفاعية الصناعية. ومن بين الضحايا الذين استهدفهم الهجوم هناك مصارف خاصة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات حكومية وشركات اتصالات ومكاتب تابعة للشرطة وأخرى للدفاع المدني. والخبر الأخير في هذه النشرة: كشف بحثا حديث أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه تم إهدار أكثر من 930 مليون طن من المواد الغذائية بيعت في عام 2019. ويشير تقرير الأمم المتحدة الذي أعد بالشراكة مع مؤسسة الاقتصاد الدائري الخيري إلى أن خمس الطعام المتاح للمستهلكين من خلال المتاجر والمطاعم وفي منازلنا يلقى مباشرة في سلة المهملات. وحقق الخبراء في البيانات الخاصة بالطعام المهدر في 54 دولة بما في ذلك الأطعمة التي لا تزال صالحة للأكل والنفايات غير الصالحة مثل العظام والقشور. ودون الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل القومي تبين أن هذه الدول لديها مشكلة كبيرة في هدر الغذاء. ويعد الأمن الغذائي العالمي مشكلة متنامية أيضا، حيث تأثر 690 مليون شخص بالجوع في عام 2019، وهو رغم تقول الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يرتفع بسبب كوفيد-19. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.